يكون لنا هذا اللقاء مع الأستاذ عاطف إمام المدرس بالمعهد العالي للموسيقى العربية. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. لو حبينا نتكلم عن آلة الناي، ندي فكرة عن تاريخ هذه الآلة وإمكانياتها أو إيه اللي بتتكون منه بالظبط. آلة الناي تعتبر من أقدم الآلات الموسيقية اللي اكتشفت، يعني اكتشفوها الفراعنة من فترة طويلة قبل الميلاد ب5000 سنة مثلا. فتعتبر من أقدم الآلات الموسيقية اللي اكتشفت في التاريخ عموما. لو اتكلمنا عن الآلة نفسها تكوينها، هي الآلة بتصنع من نبات الغاب، وده بيزرع هنا طبعا في مصر وفي بعض الدول العربية. ولازم الآلة دي بتتكون من 9 عقل. 9 عقل، لازم 9 عقل بالظبط. لازم يكون في فتحة في منتصف ال9 عقل و6 في الأمام، محددين ب6 فتحات ملهمش تغيير. لا ملهمش تغيير. وبعدين السقوط دي بتتخرم يعني بمسافات معينة مظبوطة علشان تبقى مظبوطة على السلم الموسيقي. فايدة السقوط دي تحديد النغمات. وبعدين لازم عازف الناي يشيل معاه شنطة يكون فيها أكتر من 6-7 نوات علشان يقدر يشتغل بيها ورا جميع المطربين، لأن كل مطرب بيبقى ليه صوت وكل مطرب بيبقى ليها صوت معين. فآلة الناي آلة واحدة ما تكفيش، لازم يكون معاه مجموعة نوات في الشنطة علشان يقدر يلعب جميع المقامات وجميع الطبقات اللي بيغني منها المطربين. يعني كل آلة لها مقام معين أو لها مقام معين، وبالنسبة وتناسب صوت معين، مساحة معينة في الصوت بحيث انها تناسب المقطوعة اللي بتعزف. حتى من ممكن يعني مقطوعة موسيقية واحدة عازف الناي يبدل فيها 3 نوات. 3 نوات في مقطوعة موسيقية واحدة. وممكن مثلا يكون مقطوعة دي صغيرة جدا مثلا يعني مدتها 2-3 لكن التشكيل النغمات بتاعت نفس المقطوعة بتكون محتاجة ان العازف يعزف ب3 نوات. طب انا عايز اسألك سؤال لو سمحت، ليه ارتباط الناي بالنغم الحزين يعني دايما كده؟ يعني هو الناي مش يعني زي ما الناس بتقول ان هو حزين، ممكن يعزف حزين لكن برضه ممكن يعزف فرايح قوي. طب يا ريت تدينا يعني حاجة حزينة وحاجة فرايحة برضه يعني. جدا. أولا احنا بنشكر الأستاذ عاطف إمام عازف الناي والمدرس بالمعهد العالي للموسيقى العربية. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.